انا مش جاي اشرح لك كده خلاص زي اي فيديو، لا انا جاي اقول لك المعادله الصح اللي بتستخدم في نانو بنانا برو عشان تطلع احسن جوده ممكنه واحسن شغل ممكن. يكش تفلح. ازيكم يا جماعه؟ انا رجعت بدون مبررات وبدون ان اقعد بقى اقول لكم حجج وبتاع. لا خلاص، يعني الحمد لله انا رجعت بتاع. الفترة الأخيرة أنا كنت مندمج قوي في موضوع ال AI. اتعلمت حاجات كتير قوي، جربت حاجات كتير قوي، يعني تعمقت قوي. فابتديت من النهاردة ان انا انزل فيديوهات تاني في القناة. النهاردة هنبدأ بايه؟ هنبدأ بنانو بنانا. نانو بنانا اللي جيميناي او جوجل هو اللي عامله. ونانو بنانا بقاله يعني فترة طبعا، يعني بقاله بتاع 3-4 شهور نازل والناس كلها هرسته. بس اللي بشوفه في معظم الوقت ان الناس بتهزر، يعني قطة بتطير، كلب شبه القطة، سمكة شبه الدرفيل، حاجات زي كده. لكن اللي انا وصلت له في شغلي الخاص اللي بشتغله فول تايم ان الموضوع مبهر، وممكن توصل بيه لدرجة من الاحترافية تساعدك في اي مجال في مجالات الجرافيك. عايز اقول لك ان الذكاء الاصطناعي بشكل عام كأنه مدير تصوير او مساعد ليك، بيساعدك سواء كان نانو بنانا او ميد جيرني او اي تول تانية في الدنيا. انت لو كتبت له البرومبت بتاعك صح، اللي هو من 6 حاجات. اول حاجة السبجكت ده اللي هو الشخص او الشيء، اللي هو المين هيرو او المين ايتم اوف ذا ايمج. تاني حاجة الاكشن، الشخص او الشيء ده بيعمل ايه. تالت حاجة الانفايرمنت او المكان المحيط بالاوبجكت ده او بالسبجكت ده. بعد كده اللايتنج والاضاءة، انا بشوفها ان هي من اهم عناصر الصورة في الاي اي. بعد كده الزاوية او العدسة بتاعت الكاميرا. واخر حاجة الستايل اللي انت عايزه، واقعي ولا رسم ولا 3D ولا انهي ستايل في الدنيا انت عايزه. طيب دلوقتي هنجرب نعمل مقارنة ما بين الهواة والمحترفين لما بيجوا ينفذوا حاجة على نانو بنانا. فمثلا أول صورة معانا صورة رجل نوبي، عايزين نعمل صورة رجل نوبي. طيب أول حاجة ده عندنا ده جيميناي، وجيميناي اللينك بتاعه عادي جيميناي.google.com. اكتب جيميناي في جوجل هيطلع لك، هتخش بالإيميل بتاعك بتاع الجيميل هيشتغل معاك. أهم حاجة هنا هنقول له create image تحت هنا، حلو، او من تولز هنا بتختارها. حلو ماشي. طيب البرومبت بتاع المبتدئ هيقول له ايه هنا بقى؟ old Nubian man sitting outside blue sky. شكرا كده. تعال نجرب البرومبت ده ايه النظام. الامر ده لما نديه لجيميناي او نانو بنانا برو هيعمل لنا ايه. اهم حاجه برضو نسيت اقول لك ان لازم هنا ديت تبقى برو عشان ياخد وقته ويطلع الفيزيكس مظبوطه والصوره تطلع صح لاقصى درجه. طيب صوره جميله، راجل نوبي قاعد والسما زرقاء. ماشي. طيب هنجرب نقول له بقى ايه البرومبت. تعالى هنعمل بقى نيو تشات من هنا، وهنقول له البرومبت الكبير الحلو ده ايه هو بقى. انا طبعا انا سالت جيميناي عشان يكتب لي البرومبت ده صح. يعني انت لما تحتاس ومش عارف ازاي تكتب ازاي هيفهمك او ازاي هيستوعب فعلا الكلام اللي انت بتقوله له وعايز فعلا الصوره تطلع حلوه، بتسال جيميناي او تسال شات جي بي تي. انا هعمل انا عايز اعمل صوره كذا 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 كذا، وكل المواصفات اللي انت عايزها تكتبها له بالعربي، وتقول له عايز البرومبت ده بالانجليزي عشان الاي اي بيفهم اكتر بالانجليزي مش بالعربي. فهتقول له اللي انت عايزه وبعدين هيدي لك البرومبت، والبرومبت هتروح حاطه في البتاع. فهنا قال لك extreme close up portrait of an elderly Nubian man looking at the horizon. فهو راجل، احنا عايزين هنا extreme close up، فاحنا هنا حددنا له الزاويه بتاعت الصورة عاملة ازاي، وهو بورتريه وراجل نوبي عجوز باصص للأفق للهورايزن. لو انجل شوت لوكينج اب. شوف بقى دي لو انجل، فهو دلوقتي الكاميرا هتبقى من تحت والراجل باصص لفوق، فدي هتديله زي عظمة يعني. حلو كده. وبعدين شوت اون 85 لينس. فهنا لما حددنا له العدسة فده فرق كتير جدا. ليه؟ الام دي العدسة كل ما بتوسع كل ما الصورة بتكون كلوز اب اكتر وفيها ديتيلز اكتر. لكن لو عايزها وايد
فبتقلل الرقم ده. فمثلا لو احنا قلنا له 35، في ال 35 دي هتبقى وايد، او 11 هتبقى وايد اكتر. بوكيه باك جراوند اوف كلرفول فيليج. البوكيه دي اللي هي لما حاجه تبقى اوت اوف فوكس ورا في الخلفيه مش واضحه خالص، ماشي. فكده هيبقى المين فوكس على عمه الراجل النوبي الجميل. كلرفول فيليج، القريه فيها الوان جميله، ماشي. وبعدين قال لك بقى ايه؟ جولدن اور لايتنج، اللي هي ساعه السمسميه المغربيه او الشروق، يعني ممكن تكون الجولدن دي مش عارف ايه بصراحه. ديب سكين رينكلز، دي بقى ايه بقى؟ عايز يبين لك البشره بتاعه الراجل العجوز دي عامله ازاي، ماشي. السينماتيك كومبوزيشن هايبر رياليستيك 8K. يلا نجرب عشان احنا قعدنا نرغي كتير قوي، احنا نسينا هنا نقول له الايمج. ويلا بينا. ها شوف يا ولا، شوف يا ولا الديتيلز يا ولا تحفه. بص البشره، هي الصوره احنا كمان لو عملنا لها داونلود هتطلع كواليتي احسن، بس المهم يعني ان ديتيلز رهيبه. بص مثلا الشعرايه اللي طالعه بعيد عن دقنه دي تديها واقعيه اكتر. ساعه فعلا الشروق او الغروب والشمس نازله والجولدن اور والدنيا جميله. تعالوا نجرب مثال تاني لطبق كشري مثلا، لو حد بقى بيحب الفود فوتوغرافي والكلام ده. فهنقول له هنا بليت اوف كشري اون تيبل. شكرا. ده مثال المبتدئ الجميل اللي عايز يجرب ايه؟ شغل المبتدئين. وبعدين هنجرب بعدها البرومت التقيل اللي فيه كل التفاصيل بتاعه طبق الكشري، وهنقارن ما بين ده وما بين ده. طبق كشري جميل على الترابيزه. هي مش صوره وحشه، بس انت تقدر تتحكم فيها اكتر عشان تطلع كواليتي احسن زي ما انت عايز بالظبط، كانك انت اللي رايح تصور الصوره دي بالظبط. وهنجرب البرومت بتاع المحترفين، برضو انا كنت سالت جيميناي عليه وهو طلعهولي. وبرضو انا هحط لك البرومتس دي كلها موجوده في فايل تحت في الديسكريبشن بوكس، عشان لو عايز تستخدمها او تغير فيها شويه او تقعد تستكشف انت حاجات. هنا بقى قال لك ايه؟ ماكرو فود فوتوغرافي. اللي هو بقى ايه ماكرو ده؟ اللي هو العدسات بقى اللي بتصور الحشرات وبتصور الحاجات دي يعني، او الاكل من قريب قوي. of a bowl of كشري extreme close up، ماشي. steam rising، بص بقى ايه هنا بقى؟ عايز الدخان طالع. فوكس على التكستشر. كريسبي فرايد اونيون على من فوق بقى، ماشي. والحمص مش فاكر التشيك بيس دي يعني ايه. توميتو صوص دريبنج، الصلصه الطماطم بقى ايه، ماشي. والله انا شكلي هجوع لما اشوف الصوره دي، ماشي. وقال لك شالو ديبث اوف فيلدز عشان الفوكس يبقى على الطبق نفسه، والباك جراوند مش عايزينها، مش مهمه خالص. 4K ادفرتايزنج ستاندردز، دي مهمه دي عشان ان ده كانه اعلان. وديليشيس دي بقى عشان ايه؟ تجوع بقى وكده. يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض يا جدعان. ما هذا الجمال، والله ما هذا الجمال، والله العظيم انا جوعت بجد، والله جوعت. ايه ده؟ ماشي. طب تعالى نجرب حاجة تانية خالص. احنا عايزين نعمل اعلان لمنتج منتج عادي خالص. فهنجرب فيه ايه؟ كتاكيتو، شوكولاتة كتاكيتو، ماشي. فهنجيب، انا هنا عندي صورة كتاكيتو، فصورة كتاكيتو حطيناها له هنا، ماشي. صورة عادي، صورة كتاكيتو جبتها من جوجل، ماشي. وهندي له البرومبت ده، ماشي. هنجرب يعني انا هشرح الموضوع كده وهو بيجنريت عشان نكسب وقت. بص، بناء على الصورة المرفقة، ماشي. The كتاكيتو شوكولات بار is breaking open dynamically. بص، عارف انت الحتة بتاعت كيت كات والحركات دي؟ فهي بتتكسر وبيتطير منها بقى ايه في الهواء، عاملة زي انفجار من الويفر الكريسبي، طبقات الويفر بتاع. وريتش ميلتد شوكولات سبلاشز، في بقى ايه؟ شوكولاته بقى طايره في كل مكان. كاكاو باودر، وروستد هازل نات، بندق بقى ايه طاير في السلو موشن. ودراماتيك باك لايتنج كريتنج ا جولدن بطيخه، ماشي. تعال نشوف الصوره دي لما طلع. يا لهوي يا جدعان، والله لو عمو صاحب كتاكيتو شاف الصوره دي سوف ينبهر انبهارا. جامده جدا. بص، هو حافظ على اللوجو عشان احنا مدين له الريفرنس ايمج، صح؟ وعمل بالظبط نفس اللي احنا طلبناه. حبات البندق المتطيره، كاكاو الطاير، السبلاشز بتاعه الشوكولاته الجميله. والله برضه انا عايز دلوقتي اكل كتاكيتو حالا. طيب تعالى نجرب ان نفس صوره كتاكيتو دي بنت في وسط البلد مثلا او في اي مكان بتفتح الشوكولاته وبتاكلها. جامده قوي يا جدعان.
طيب عندنا البرومت اهو. A candid street photograph of a young Egyptian woman. ماشي. مبتسمة ابتسامة حلوة بتفتح الكتاكيتو. انا نسيت احط له الريفرنس ايمج. يلا نحط له طيب هنشوف هنجرب بقى ايه بالريفرنس ايمج ومن غير ريفرنس ايمج ايه النظام. ماشي. هنا بص طلع الصورة حلوة قوي. التكست اللي ورا ده فيه مشكلة. حسيات العطرب انا مش عارف ايه ده. وطنط شوف التاريخ بتاع الصورة ده حاجة جامدة جدا. بس كتاكيتو مش كتاكيتو. ماشي. فهنجرب. انا معلش تاني انا بعتذر هاخد كوبي وهروح للنيو تشات واقول له كده اهوت وبعدين هنشد له الصورة بتاعت عم كتاكيتو وهنقول له تاني معلش اعملها لنا تاني وهنشوف ان شاء الله هيطلعها لنا حلو. وبرده هنا هوت كان حدد نوع العدسه برده اللي هي 35 وشالوا depth of field focusing on hands. فالتركيز كله على الايد واللي ورا كله هيبقى في البطيخه. انا نسيت البس النضاره هناك اهي بس انا مكسل اجيبها فمش مهم. ماشي. شوف يا ولا الحلاوه يا ولا. بس هنا ما حطش التاريخ مش مهم مش عايزينه. الشوكولاته هي بالظبط. البنت جميله مصريه شكلها صح مظبوط. التكست ما فيش اي تكست بايظ في الصوره. في عمو هنا بتاع السميت قاعد بيبيع في وسط البلد سميت بس هو مخلي اللي ورا كانه ستايل تسعينات. انا مش عارف ليه العربيات دي اللي هي كانت في اواخر التسعينات او اوائل الثمانينات اوائل الالفينات بس حلوه قوي يعني قوي. واللي هي احنا طالبينها كده يعني احنا مش عايزين اكتر من ان هو يطلع اللي احنا عايزينه بالظبط. طب مثلا لو احنا عايزين نعدل الصوره دي مثلا عايز اقول له خليه راجل مش ست. change مثلا ده lady to a man wearing a red t-shirt. نجرب. انا مش عارف انا بفتي دلوقتي ساعات بتظبط وساعات لا بس ممكن تظبط يعني ان شاء الله. المهم بقى يعني لحد ما الصوره دي ما تطلع ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشجعوني عشان انا ناوي اعمل دروس كتير قوي ليها علاقه باي حاجه ليها علاقه بالاي اي او دروس. جيميناي طنشني وما عملش كده. طب تعالى نتكلم بالعربي. يا عم انا عايز اللي في الصوره يبقى راجل لابس تيشيرت احمر. ساعات بيتغاب انا مش فاهم ليه يعني. هو ابن حلال وكل حاجه انا ما بحبش اغلط فيه. هو ذكي بس لما بيركز. حبيبي يا السل اهو ده فين بالعربي. شوف والله شوف يعني اقول ايه والله ما اقول. طلع راجل مصري لابس التيشيرت الاحمر واقف في نفس المكان بتاع البنت وياكل يفتح الكتاكيت. طيب تعال نجرب حاجات بره الصندوق. انا بصراحه كنت ناوي ان الفيديو يخلص على كده بس قلت ازود لكم شويه حاجات عشان تنفعكم. حاجه بقى ابهار بتاع الاعلانات. ماشي. بتاع الفاشن فوتوغرافي. فمثلا ده برضو حاجه بتاعت بقى ايه الصور بتاعت المجلات. بنت لابسه فستان قصدي واقفه في الصحراء بيضه. في مصر البنت لابسه حاجه كده حجاب معمول من الحرير مش عارف ايه. المهم تعال نجرب. وبرده هنا احنا محددين الوايد انجل شوت هنا بقى عشان يطلع التفاصيل اللي ورا. فوج ماجازين ستايل دي مهمة عشان الستايل بتاع المجلة دي معروف. يا سلام محز والله محز تحفة. مثلا ينفع نقول له remove the text امسح التكست يقول. لو وصلت الحتة دي ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان نجيب لك بقى كل حاجة جديدة. الصورة طلعت اهي. طنط الجميلة التي ترتدي فستانا أبيضا حريرا تقف في الصحراء في وقت الغروب والإضاءة تحول الأبيض إلى بينكا كما ترى هنا في الصورة وحاجة تحفة. طيب تعال نجرب بقى حاجة متخلفة. هنجيب توك توك برضو. أنا جبت صورته من على جوجل عادي اللي هي هذه الصورة الراجل اللي واقف على جوه التوك توك. حاجة بقى إيه من المستقبل برضو في البروم ده أنت ممكن تبقى تغيره براحتك بعد كده. ماشي في شوارع القاهرة الإضاءة نيون. وبعدين في بقى جيت بوسترز اند كروم ويلز. يعني المهم يعني الموضوع كبير. ماشي. وبرضو حددنا له اللايتنج والكاميرا انجل. عايزين بقى هنا اكشن كاميرا انجل عشان تطلع لك بقى الحركات. انتنس سبيد سينماتيك ريندر. يلا نجرب. فانت ممكن تاخد اي برومبت من اللي هم موجودين هنا في الديسكريبشن بوكس وتعدل عليه براحتك. ممكن تعمل اي حاجه بس انت دلوقتي هيبقى عندك الفورميولا اللي هي جاهزه عشان تستخدم في اي حاجه تانية في الدنيا.
وهتنفعك في اي بروجكت مثلا لو انت شغال على بروجكتس معينه. يلا يا عم التوك توك. أوه. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي يا جدعان. اقول ايه، والله بجد تحفه. يعني شوف هنا العربي دوت ومش عارف ايه، هنا اليومي ماشي شغال. الحاجات دي عشان فيها موشن كده فمش مهمه. الريفليكشن حلو قوي، الاضاءات فعلا النيون اللي احنا طلبناها منه، الاكشن سبيد كاميرا دي برضو حلوه قوي. طيب هنجرب واحد تاني اللي هو هوليود، كانها بتصور فيلم لبنى الاهرامات. وبعدين برضو بس احنا عايزين هنا بقى ناشونال جيوغرافيك ستايل، هايلي ديتيلد. المهم تعالى نعمل كرييت عشان هو يلحق يعمله لحد ما نقرا احنا عشان ما نضيعش وقت. المهم بقى يعني ايه، في حركات بقى ايبك سكيل. قلنا ناشونال جيوغرافيك، في الاف العمال بيسحبوا صخره عملاقه. هنشوف. واو تحفه. بصراحه لحد دلوقتي مفيش ولا واحد ما عجبنيش. وبرضو نسيت اقول لك على حاجه مهمه. الحاجه المهمه دي ان انت ممكن برضو تحدد له الدايمنشن بتاع الصوره. يعني انت عايز الصوره دي بالطول ولا عايزها بالعرض. انت ممكن تكون اصلا شغال على بروجكت ان هو هيكون سكوير او فيرتيكال او الوايد عشان اليوتيوب مثلا. فانت برضو بتحدد له انت عايز الدايمنشنز ايه. فمثلا اللي هي في ميد جيرني كنا دايما بنعمل اللي هو فيه 2 داشز كده وبعدين اي ار وبعدين بتحدد له 9 باي 16. فهنا دي اللي هي الاي ار دي اللي هي اسبكت ريشيو، وبعدين 9 باي 16 دي عشان الابعاد بتاع الصوره. فتعال نجرب نفس الصوره دي برضو بس احنا عايزينها فيرتيكال. فاللي هو لو انت عايزها فيرتيكال هيبقى 9 باي 16، لو عايز وايد هيبقى 16 باي 9 عشان تضمن يعني ان هو عشان هو ممكن بمزاجه هيطلع لك اي دايمنشن هو عايزها. ولو 1 باي 1 فده كده هيبقى سكوير. بس انا مش عارف بصراحه جيميناي هيفهم الاسبكت ريشيو دي ولا لا. غبي غبي. هنجرب نفسه هو بس هنقول له vertical 9 باي 16 ريشيو وبعدين هنكمل البتاع. فهنجيله من الاول خالص ماشي. بعدين ينفع كده جيميناي تحرجني والله؟ ده منظر. طب تعالى نبص تاني على البرومبت. vertical 9 باي 16 ريشيو ماشي. سينماتيك بص هنا بقى مكتوب ايه، وايد شوت. هنشيل دي او ممكن هنخليها فيرتيكال شوت. هو دي اللي كان بتلخبطه ان احنا مره قلنا له فيرتيكال ومره قلنا له وايد. فاللي هو انا هعمل لكم ايه، طب خد حته كده حته كده. ما تكسفنيش بقى يا عم نانو بنانا انت حيوان. مش عارف ادافع عنه خلاص، انا مش عارف ادافع عنه. طب معلش. طب انا هعمل شات جديد واقول له يا عم جيميناي بص على البرومبت ده وقول لي ايه المشكلة اللي فيه وايه الطريقة الصح اللي نكتب بيها برومبت عشان الصورة تطلع بالطول صح كده. لانه بيطلع لي بالعرض بس مقلوبة. مش عارف يفهمني ولا لا. ماشي يا عم، هو اداني المعدل اهو. الغلط كتابة vertical 9 باي 16 في الأول، الصح اكتب الوصف عادي في الآخر. طب ما احنا عملنا كده يا عم الحلو. ماشي ما هو يا عم وأنا مغمض. لو طلع صح أنا بشكل وحش صح بس عادي. كلنا بنتعلم يا جماعة والله. أيوة ظبطت. حلو ماشي يا عم خلاص. زي ما شفتوا الأداة قوية جدا بس المهم يكون الصانع اللي بيشتغل شاطر اللي هو أنت يعني أو أنا. كل البرومبتس دي هتلاقوها موجودة في الديسكريبشن بوكس تحت. خدها العب اعمل اي حاجه غير فيها وريني ابعت لي اعملوا ستوريز اعملوا لي منشن في انستجرام ابعتوا لي صور على اي حاجه. وبرضه قولوا لي في الكومنتات انتوا عايزيني اشرح ايه، اي حاجه ليها علاقه بالاي اي انتوا مش فاهمينها. اللي انا كنت بفكر فيه دلوقتي ان انا اعمل فيديو جاي عن نوت بوك ال ام عشان هو بيساعد الناس قوي في المذاكره لو محتاجين تذاكروا ومش عارفين ازاي تجمعوا الداتا وازاي تشتغلوا صح. ف نوت بوك ال ام اللي جوجل برضو عاملاه
بصراحة فظيع، فإن شاء الله هنشرحه في الفيديوهات الجاية، وبرضه قولوا لي في الكومنتات لو أنتم محتاجين تتعلموا حاجة يعني معينة. لو عجبك الدرس الحلو ده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في الحلقة الجاية من ياكش.